بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله هنعمل لكم النهاردة طريقة لزق الستيل الذهبي. احنا حددنا الجنب زي ما حضراتكم شايفين كده بالقلم الجاف الأول عشان يبقى سهل إن احنا نلزق عليه. يعني بنحدد الرسمة الأول بنفس الطريقة كده، لو قربنا هتلاقي الخطوط باينة أهي. دي الخطوط إن شاء الله اللي هنلزق عليها. علامة كده يعني عشان نعلم عليها ومش عليها تبقى أسهل لنا، يعني نفس الطريقة كده. بنحاول نخلي الأجزاء كلها متساوية، وعايز تعمل الرسمة اللي أنت عايزها بقى، يعني إيه، تحدد الرسمة اللي أنت عايزها. الأدوات اللي هنحتاجها لزق عشان نثبت بيه، والستيل احنا جايبين ستيل ذهبي. الستيل ده زي ما حضرتك شايفين كده أهو، وجايبين السيليكون بتاعنا اللي هنلزق بيه، والمقص اللي هنقطع بيه إن شاء الله، واحنا بنقيس المقاسات بتاعتنا. هنبدأ بقى نحط السيليكون بتاعنا في النص كده زي ما احنا ماشيين. بنفس الطريقة كده. بعد ما ثبتناها بالسيليكون وحطيناها على الحيطة، بنمشي عليها لزق زي ما حضراتكم شايفين كده عشان يثبتها لحد ما تنشف. نبدأ بقى نلزق الجزء التاني، بس واحنا بنلزق نحاول نخلي الفاصل على اخوه، يعني ما نحاولش يبقى فاصل كده كله على اخوه كده، ونلزق بقى واحنا جايين كده بنفس الطريقة كده. الفاصل مفيش فاصل خالص اهو، ولازق مع اخوه. نبدأ نلزق بقى هنا، السيليكون بيمسك على طول اهو. واي زيادة في السيليكون بنمسحها بحتة قماشة كده بقى، عشان ما تتعبناش قدام يعني في الصنفرة وكده. ونبدأ بقى نثبت الستيل بلزق كده. تبقى بالشكل ده كده بعد ما ثبتناها باللزق. احنا حاطين لزق كتير عشان اللزق نص سنتي بس. عايز تجيب انت سنتي او تجيب 5 سنتي عادي براحتك انت يعني، لحد ما ينشف ونبدأ نشيل اللزق بقى. وزي ما قلنا القطع بتاعها مظبوط على الجزء التاني، بحيث لما نيجي نشيل يبقى الرسمة موصلة ببعضها. بنيجي ناخد مقاس تاني بقى، واحنا بناخد مقاس بنيجي نقطع بقى المقاس بقلم كده ونعلم، بحيث القطعية تبقى على اختها بالظبط. لو جت مايلة تقطع مايلة، لو جت عدلة تقطع عدل، بالعلامة كده، بحيث انها لو ركبت تبقى جاية على اختها بالظبط بنفس الطريقة دي كده. بعد ما حطينا السيليكون هنحاول نظبط بقى الرسمة على اختها زي ما قلنا قبل كده، عشان الشغل يكمل بعض. ونبدأ نلزق بقى احنا جايين كده بنفس الطريقة دي كده. نلزق بقى احنا جايين كده، والناحية التانية برضه نظبطها برضه على نفس الرسم عشان تبقى قطعية واحدة.
بنجيب بقى قماشة ونمسح بقى الزيادات بتاعت السيليكون ونضغط على الستيل كده عشان يفرغ كل اللي تحته. يعني لو ضغطنا كده هتلاقيه بيفرغ كل الزيادة اللي تحته، ونبدأ نمسحها بقى. بعد ما خلصنا لزق بقى ومسحناه وشيلنا الزيادة اللي تحت، نثبته بقى بلزق كده لحد ما ينشف بس، ونبدأ نشيله بقى. نكملها كلها ان شاء الله بقى ونرجع لحضراتكم. بعد ما السيليكون نشف وشيلنا اللزق، احنا جايبين معجونه بقى، نبدأ نمعجن على الحراف بتاعت السيليكون عشان نسويه بالحيط ما يبقاش بارز عن الحيط. وحطينا على المعجونه العاديه شويه معجونه ممتاز، ونبدأ نمعجن بقى الحراف بتاعتها كده من فوق ومن تحت. نفس الطريقه كده. بعد ما خلصنا اول سكينه ونشفت، استنينا ساعه كده، هنرد عليها كمان مره. زي ما قلنا احنا حطينا على المعجونه شويه ممتاز عشان تعلم معانا على طول. نفس الطريقه كده بدات تتساوي مع الحيطه اهيت وما عادتش بارزه خالص. هنكملها كلها ان شاء الله ونرجع لحضراتكم. بعد ما المعجون نشف، احنا جايبين صنفره ناعمه وهنمشي بقى صنفره على الحراف بتاعتها كده. تبقى بنفس الطريقه دي كده ونسويها بالحيطه اهي. نكملها كلها ان شاء الله ونرجع لحضراتكم. بعد ما نفضنا الحيطه بقى من الترابه، هنديها وش بلاستيك مطفي. وش بلاستيك مطفي. نكملها كلها ان شاء الله بقى ونرجع لحضراتكم. بعد ما البطانه نشفت، بصينا على الحيطه طليت معجون برضو، واي حاجه خاسه بنزودها برضو، وهنمشي صنفره عليها وهندي وشنا التشطيب بتاعنا بقى ان شاء الله. بعد ما خلصنا طليت معجون مشينا عليه صنفره، وبندي بقى التشطيب بتاعنا. ضربنا لون زيتي، وبنبدا بقى الحيطه اول وش ونسيبها تنشف ونديها الوش التاني. طبعا لو عايز تغير انت الوانك براحتك انت. بعد ما خلصنا الحيطه وشين تشطيب، هنبدا نشيل بقى اللزق بتاع الستيل بنفس الطريقه دي كده اهو.
طبعا اي تشيكه صغيره زي دي كده بنشيكها بنفس اللون في الاخر، وفرشه صغيره كده، فرشه قلم، ونشيك على الحتت الصغيره دي كده. تطلع بالشكل ده كده، رسمه مكمله بعضها. زي ما قلنا لو في تشيكه صغيره كده بنعملها. بعد ما خلصنا تشيك الاماكن اللي هي بايظه بفرشه قلم، بنجيب قماشه بقى ونبدا نمسح الستيل من جوه كده، قماشه نضيف عشان لو في اي زياده جوه تتساوى معانا. وده الشكل النهائي بتاعها. لو عايز تغير اللون براحتك، انت عايز تاخد كل مربع لون، عايز تعمل قطيفة، انت وذوقك بقى. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.